السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد العصير كيجي لذيذ بزاف واقتصادي وكيعطينا واحد الكميه اللي هي اطر ونص ديال العصير. بالنسبه للمرحله الاولى ديال هذا العصير كناخذوا الخيزو اولا الجزر، كنقطعوه طريفات صغارين، كنديروا عليه تقريبا 2 كيسان ديال الماء، كنخلوه يطيب نص طيبه وكنطفوا عليه وكنخلوه يبرد. فهاد العصير هذا كيجي لذيذ بزاف وبنين، ما تقوليش بلي راه فيه الخيزو، يعني المذاق ديالو كيجي رائع. حتى الوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخيزو هذا العصير غيشربوه ما غيعرفوش شنو فيه نهائيا، يعني المذاق ديالو كيجي بنين بزاف. بعد ما قطعت هاد الخيزو طريفات غنضيف عليه تقريبا 2 كيسان ديال الماء، غنخليوه يطيب نص طيبه وكنطفو عليه ونخلوه يبرد. المرحله الثانيه هنا الخيزو بعد ما طفيت عليه خليته يبرد. هنا في المرحله الثانيه غناخذوا 2 كيسان ونص ديال الماء بارد، يعني من الروبيني نيشان. غنديروا فيه جوج فلون ديال البنان اولا بنكهه البنان. تقدروا انكم تاخذوا الفلون اولا النكهه اللي كتبغيو. هنا درت النكهه ديال البنان، يعني جات بنينه وجات رائعه في هذا العصير. نتاكد 2 فلون بنكهه البنان، كنحركو مزيان وكنخلوه فوق النار تقريبا 4 دقائق يغلي ويعاود، وكنطفو عليه وكنخلوه يتماسك معنا ويبرد تماما. هنا عندي 2 ديال دانون ديال البنان. يعني في هذه المرحله هذه غناخذوا الخلاط، غنديروا داك الخيزو غنطحنوه بالماء ديالو، يعني داك الماء فاش سلقناه فاش غنطحنوه. فدائما كنمشيو في نفس السيستيم، غنديروا النكهه ديال البنان اللي في دانون، يعني دانون بنكهه البنان، يعني كتبقى دائما النكهه اللي درتي في فلون هي اللي كديري في دانون. غنطحنوا مزيان هذاك الخيزو ومن بعد غنديروا عليه داك الفلون. بعد ما طحن داك الخيزو ضفت عليه داك الفلون بعد ما برد تماما وتماسك معنا، ضفتو على داك الخيزو. هنا غنضيف داك دانون، يعني داك اولا ياغورت 2 ديال دانون. بالنسبه للسكر فالسكر دائما على حسب الرغبه ديال كل واحد. انا تقريبا درت 2 معالق ديال السكر، يعني كفاوني بالنسبه لاي شخص، يعني كل واحد وشنو كيبغي في الحلاوه ديالو. بالنسبه للخطوريه ديال العصير راه كترجع للرغبه يعني الرغبه ديال كل واحد وكيفاش كيشرب العصير ديالو. انا هنايا مورا ما دحنت وساليت في الطحين راني زدت تقريبا كاس صغير ديال الماء باش جاني شويه مطلوق. انا غنضيف دانون تاني وغنرجع نطحن مزيان. كما قلت لكم الخطوريه راه كترجع الرغبه ديال كل واحد، يعني كل واحد وكيفاش كيشرب العصير ديالو. الا جاكم شويه ثقيل غتضيفوا تقريبا كاس صغير ديال الماء ولا على حسب كل واحد. بعد ما غنطحنوه مزيان غنخليوه في الثلاجه يبرد كيبرد تماما وكنقدموه ان شاء الله. هاد العصير كما قلت لكم في الاول راه المذاق ديالو كيجي رائع جدا، ما كتعرفوش بلي راه فيه الخيزو نهائيا، يعني المذاق ديالو كيكون من نكهه ديال البنان. بعد ما طحناه مزيان هنا غنقدمو معاكم.
كيجي رائع جدا والمذاق ديالو كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتجربوا هذا العصير وتقولوا لي كيف جاكم. انا نكب معكم واحد الكويس باش تشوفوا القوام ديال العصير كيفاش جا. كما قلت لكم انا راني مورا ما طحنت راني زدت له تقريبا كاس ديال الماء باش تحصلت على هذا القوام. كيبقى دائما القوام ديال العصير الذوق اي لكل واحد زعما كيفاش كيشرب العصير ديالو. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتقولوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.